وادي يوسف المساكني. عشان كده يوسف المساكني ثمنه 12 مليون دولار. عشان كده يوسف المساكني السنة الجاية بنسبة كبيرة هنلاقيه في الدوري الصيني. عشان كده يوسف المساكني مختلف. محتاجين حد في نص الملعب يحط الكرة تحت رجله، الكرة تفضل معاه شوية، اللي قدامه يحترموه شويات. عايزين كده. يخرج علي عفيف والبديل يوسف المساكني. اللعب امام الريان ان شاء الله في كأس قطر باذن الله، يكون في المرحلة القادمة يوم الاحد، الجيش والسد يوم الاثنين، النهائي يوم الجمعة ان شاء الله بكأس قطر اللي هو كأس ولي العهد بالمسمى السابق. نزول النجم التونسي يوسف المساكني، نجم الترجي التونسي السابق ونجم منتخب تونس ولاعب نادي الاخوية وهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم برصيد 15 هدف. 15 هدف ليوسف المساكني ببطولة الدوري اللي اعتلى صدارة التهديف فيها حمد الله النجم. الحمد لله ربع ساعة الشوط الثاني ولا زالت بدون اهداف. ضغط قوي وبعدين يا شباب كعب رجل لورا مش لقدام. امامية مونتاري لازم كفاح كبير. اهو كده اهو كده اهو كده، هو ده فاول. العب بسرعة العب بسرعة اهو كده. ده كلام محترم. المساكني خلاص العقل زينة العقل زينة. بص حافظ على كورته ازاي. بص 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 غير قماشة تانية، تركيبة تانية، عجينة تانية، طينة تانية، مهارة تانية، موهبة تانية، حسبة تانية، حسبة تانية. نام تايهي قالوا المساكني يريحوا مع بعض شوية. بص امامي محمد عبد الله تريزور. امطار حاضرة، درجة حرارة منخفضة، رجال اقوياء يبحثون عن تقديم نتيجة ايجابية لاسعاد جماهيرهم واسعاد كل الجماهير القطرية. امامية ضربة الرأس محمد عبد الله تريزور، كريم بوضياف، المساكني كريم بوضياف، خالد اللي بتساعد على تنفيذها، رمي التماس احمد عبد المقصود، احمد ياسر، يوسف المساكني ستايله الجميل، اقصى اليسار خالد مفتاح، المساكني يا عبقري يا عبقري، صوب يا ولد. الله 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 والله وعملوها الرجاله. نعم عملوها الرجاله. لكن بص شوف المساكني العبقري ايه. بص شوف المساكني. اوه الغاء الهدف ولا ايه؟ الغاء الهدف ولا ايه؟ لا هدف 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 مع سبق الاصرار والترصد. خضتنا يا رجل خضتنا يا رجل. ده هدف عظيم. ايه اللي عمله المساكني ده؟ ايه اللي المساكني عمله ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ هدف جميل جدا جدا. يتقدم الاخويا باول اهداف اللقاء. المساكني بيعمل تمريره من بين الاقدام. بص بص يا قلبك يا قلبك يا اخي، على قلبك مراوح يا اخي. يا سلام على كريم بوضياف. يا كريم يا من انت كريم يا رب. بص 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 ايه اللي بيعمله المساكني ده؟ ايه القلب ده يا حبيبي يا حبيبي؟ شفتوه؟ انا ما شفتهاش قبل كده. شفت كتير وقليل، ما شفتش كده زي كده قبل كده ابدا. 1-0 لاخويا 1-0 لاخويا. نزل الفنان، نزل الموهوب، نزل يوسف المساكني، فعادت الهيبة لهجوم لاخويا. طب بالله عليك وده يمشي ويروح الصين؟ طب ده يروح ده يسيبنا ويروح فين ده؟ لا 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 يا مساكني لا لا مالكش حق. 1-0 الاخويا. المساكني ونام تايهي. والدور الكبير بعد ذلك من كريم نزول النجم التونسي شاكر الزواغي. زواغي بدلا من شوكوروف اللاعب اللي عنده 19 سنة. تونسي كان في الترجي ضد تونسي كان في الترجي. الترجي حاضر في دوري ابطال اسيا. النادي التونسي الكبير شاكر الزواغي 31 سنة، لاعب الترجي السابق ولاعب اف سي زيورخ السويسري السابق، فاز معاه من قبل ببطولة الدوري. شاكر الزواغي كان سجل خلال مشواره في هذه البطولة في مرمى النصر في التعادل 3-3، وسجل امام زبهان عندما خسر فريقه 5. دي غريبة قوي يا محمد دي. بص بص العقل زينة. بص بهدوء بهدوء، وش رجل خارجي، تمريرة. ايه ده ايه ده يا ابني ده؟
ايه ده بيلعب على الكورنيش ده ولا ايه ده؟ انا مش عارف. المساكني مدرك ما يقدمه من ابداع. اكيد مدرك، اكيد. روح امنها بدري لان كان باين ان كلود امين بعيد. خبره لعيبه الاخويه تظهر، امكانياتهم الفنيه تظهر، قيمتهم تظهر. المساكني امكانياته فوق مستوى الكل الحقيقه في القدرات الفنيه الخاصه. تاني المساكني اي بساطه، اي سهوله، اي انسيابيه. المساكني يقدم كره قدم حقيقيه، يقدم كره قدم حقيقيه. المساكني يقدم مرحله ما بعد الابداع. الهدف اللي جه جزء منه كبير في مرحله ما بعد الابداع. ما هو اكثر من الابداع والخيال قدمه. لو بتتخيل وبتلعب بلاي ستيشن مش هيتظبط معاك انك تعمل الباص من بين الاقدام كده. هو تاني كعب رجل تاني. يا ولد القائم يحرم المساكني والاقوياء من هدف تاني، فرصه تاني. بص المساكني الكره بتحبك، والله الكره بتحبك يا ولد. من بين الجميع الكره بتحبك، وكانها بتقول لك ما بحبش حد الا انت. عندنا 22 لعيب ب 44 قدم، تختار قدم ودونا عن الاخرين. بص ضربة جزاء دي ولا ايه؟ ضربة جزاء دي ولا ايه؟ الدقة دي، الثقة في النفس العظيمة دي. بص عمل الباص وراح لمكان جديد، ونام تايهي وجد ضلته بالفعل، لان هو اللي عمل معاه ال1-2 بتاع الهدف، هو اللي عمل معاه ال1-2 بتاع فرصة هدف. نعم، اداء راقي وعظيم يقدمه يوسف المساكني بمعاونة النجم الكبير نام تايهي. تغيير اتجاه اللعب المساكني، شمال يمين، عنده الخبر اليقين، يمين شمال، قدم اداء اخر جمال. فرصه ثانيه يا ولد ثنائيه كالعاده عاد الاخويه خارقا للعاده هنا في نفس الملعب وفي نفس المكان. ودارت الايام ويسجل مونتاري من ثاني. في العام الماضي سجل نام تايهي، وفي هذا العام يسجل من جديد مونتاري بعدما تقدم الاخويه بهدف اول، يسجل الهدف الثاني. جاءنا البيان التالي، الاخويه يسجل الهدف الثاني. لكن بص شوف الروعه، شوف الابداع، شوف المتعه، شوف الاقناع. الاخويه يقدم كره قدم مغلفه بالابداع الكامل. رؤيه سديده لجمال بالماضي بالابقاء على يوسف المساكني في الشوط الاول كاحتياطي، والدفع به في الشوط الثاني ليجهز على المنافس اجهاز كبير. بصوا شوف الباص الجميل، محمد مونتاري بعمق هجومي وباحساس بالمكان، وبرجله اليمين مره وبالشمال مره، والمساكني رجل كل لعبه في كل مره يسجل بشماله. يا جماله مونتاري بشماله حطها له. الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، مش كده ولا ايه؟ عموما 2-0 الاخويه. سبحان الله، من الشوط الاول وانا بقول لحضراتكم ان في تفاؤل. قلت زول النجم الكبير المساكني ليكون نقطه تحول. بص منتخب في السعوديه. نعم مساكني، شوف ذكائه، خد ضربه ركنيه ازاي. بص شوف خد الضربه ركنيه ازاي. خلاص انتهى الوقت بدل الضائع، وقد لا يلعب الضربه الركنيه، هدف اول لكريم بوضياف، هدف ثاني لمونتاري، وثلاث نقاط غايه في الاهميه يضيفها الاخويه الى رصيده. الوقت بدل الضائع، وذكاء الكوري وذكاء التونسي وذكاء الفريق القطري وقوة وعظمة جمال بالماضي تفرض سيطرتها على المباراة، ويستفيق الاخوية ويقدم الوجه المطلوب له كفريق، له كنادي، ولكرة القدم القطرية بشكل عام. 9 من لاعبي الاخوية ضمن افراد منتخب كارينيو ومنتخب قطر، شيء يدعو للتفاؤل، ومباراة نعتبرها مباراة تحضيرية لمنتخب قطر أيضا بمشاركة كل هذا الكم من اللاعبين المشاركين مع العنابي في هذا اللقاء. ضربة الحرة صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني بالمباراة، والله وعملوها الرجالة. هدفين
مقابل لا شيء. مبروك لخويا، هدف اول ثم هدف ثاني بتمريره رائعه ايضا من النجم الكبير يوسف المساكني، فسجل مونتاري الهدف الثاني، يرفع رصيده لخويا الى النقطه رقم 8، يحقق الانتصار الثاني، بينما يؤكد بنيتكم ان شاء الله في لقاءات اخرى قادمه. الزميل العزيز خالد جاسم، زملائنا الاعزاء ومحللينا الكبار في المجلس، اليكم الميكروفون.